لما اجي اتصل بجوزي واقول له هات لنا عشاء وانت جاي، يقول لي لا مش هجيب عشاء. عشاء ايه اللي يتجاب في الزمن ده؟ علبه الجبنه بكام وعلبه العسل بكام عشان اجيب لك عشاء؟ اقل حاجه ب100 جنيه عشان تجيبي شويه جبن وشويه عيش عشان نتعشى. كيس العيش ب10 جنيه ما يكملش طاقه من بيت من اربع خمس افراد. لا انت مش عامله ست بيت عامله ست بيت ناصحه، اتصرفي اعملي اي عشاء، انا المهم ان انا اجي الاقي اكل في البيت. اقول له لا ما فيش اي حاجه وانت مش سايب اي حاجه في البيت وما فيش فلوس في البيت، يقول لي انت مش عامله فيها ست بيت وعامله فيها شيف، اتصرفي لي المهم ارجع من المشوار اللي انا فيه ده اجي الاقي عشاء وخلاص ماليش فيه. يا باش مهندس ما ينفعش كده، ماليش دعوه، انت مش ست بيت، الستات بيتصرفوا. اعمل ايه يا اختي؟ ادخل يا اختي المطبخ ادور على اي حاجه ملقيش الا شويه دقيق وبس، شويه دقيق وشويه ملح عندي، اعمل بيهم ايه؟ لفيت المطبخ شمال ويمين مش عارفه اعمل بصراحه حاجه. جبت شويه الميه وشويه الدقيق وشويه الملح وحطيتهم على بعض وعجنت عجينه تحفه جدا، كانت هايله قوي. يلا بينا بقى هعمل بيها فطاير تنفع للعشاء والفطار وفي اي وقت تاكلي بيها جبنه عسل، اي حاجه فطار او عشاء. عايزه اقولك ان ده كان كيلو دقيق عندي، حطيت عليه شويه ملح وبالميه وعجنت عجنه حلوه قوي. يعني بصي افضلي عجيني حلو قوي كده بقى وشربيها ميه حلو بصراحه. وطبعا مش هقولك مقدار الميه لان كل دقيق غير تاني. تمام يا اختي، تمام يا حبيبتي. عجيني بقى عجنه حلوه كده زي ما انت شايفه كده، انا ما بطولش عليكم في التصوير في العجين يعني. بفصل الكاميرا وبعجن وبعد كده عشان ايه ما اطولش عليكي في الايه في التصوير. بصي بقى ما شاء الله العجينه يعني حلوه قوي وما شاء الله بتمط معاكي. بصي وبعد كده مسحه زيت وبس كده زي الفل. غطيها بقى بكيس او باي غطا وسيبيها ترتاح ربع ساعه ولا نص ساعه لغايه ما تعملي اي حاجه. انا بصراحه رحت عملت الغدا، عجنتها وسبتها براحتها ترتاح وبعد كده عملت الغدا. قبل ما اعمل الغدا كنت انا ايه بقى، كنت عملت ايه، قطعتها زي ما انتم شايفين كور كده الحجم اللي انت عايزاه. كل كور هعملها فطيره، ما شاء الله عملوا معايا 15 فطير. عايزه اقول لك كانت حلوه قوي، اتعشينا وفطرنا بيها واتعشينا بيها تاني يوم، يعني قعدت معانا 3 طقات. بسم الله ما شاء الله. وعايزه اقول لك العيال كانوا رايحين جايين عليها ياخدوا فطيره كده، حتى والله العظيم كانوا بياكلوها حاف من غير اي حاجه يعني، ولا جبنه ولا عسل. كانوا بياخدوها كده في يلفوها في كيس او في منديل وياكلوها كده ما شاء الله كده زي العسل. هنا بقى شويه زيت وشويه سمنه، تدهني شوية تمسحي يعني المكان بشوية الزيت وتقومي فردة ما شاء الله عشان انا سبتها ترتاح. بسم الله ما شاء الله بتفرد معاكي بسهولة جدا. بصي بقى تفردي كده من بره لجوه، ولا قصدي من جوه لبره قصدي. ما شاء الله تتفرد معاكي وترشي بقى مسحه بس بسيطه قوي 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 من السمنه. وتقومي واحده تجيبي الطرف اليمين وعلى الطرف الشمال. انا عايزاها تبقى مستطيله مش عايزاها مدوره، انا هعمل فطاير مستطيله يا بنات. تمام جميله قوي. بص زي ما انت الخطوه طبعا او يعني الفيديو شارح نفسه. كل طبعا ما بتتني بتمسحي مسحه زيت بسيطه. بصي انا ببل ايدي بسيط جدا جدا بس كده. وتقومي بقى على صينيه او على الرخامه او على كيس تقومي فرداهم، واهم حاجه تغطيهم طبعا. كل ما تعملي واحده حطيها جنب اختها وسيبيها بقى عشان ايه لما تريح. تمام حلو. عايزه اقولك ان انت ولا هتشغلي فرن ولا اي حاجه، احنا هنعملها على الطاسه. والله كانت خطيره وطعمها حلو قوي. وعلى الطاسه بقى ولا تشغلي فرن ولا غاز ولا الكلام ده كله، سهله جدا ما بتاخدش دقايق على النار على الطاسه، ما بتاخدش وبتستوي وما شاء الله بتبقى منفوخه ومورقه وعسل عسل عسل عسل. عايزه اقولك حلو قوي جدا جدا يعني بصراحه مش قادره اقولك قد ايه حلوه. بصي انا يعني ركزي بقى في اللف اللي انا بلفه واعملي زي ما انا بعمله. انا زي ما اكون ايه بعمله زي ظرف كده بس على شكل مثلث قصدي مستطيل قصدي. تمام. هنا بقى ما شاء الله جبت لكم كذا كذا يعني واحده كده فردتها قدامكم عشان ايه تركزي معايا انا عملتها ازاي. اه انا فردت كده وبطبق اليمين على الشمال وبعد كده بتني برضو نفس الكلام طبقه تانية عشان تبقى مورقه معايا اهو. كل شويه ما الاقي جنب اقوم ايه تانية مسحة سمنة واقوم تانية اهو بقفل زي الظرف بالظبط اهو. زي الفل يا اختي انت وهي. انت ست بيت بقى وتصرفي شوية دقيق زي الفل والله، شوية دقيق ومية وملح مش اكتر من كده بس، وشوية سمنة عندك ولا شوية زيت وزي الفل. مش عايز تعمليها بسمنة اعمليها بزيت يبقى صيامي حلو قوي لاخواننا طبعا المسيحيين، هي بتبقى جميلة ليهم قوي لو عملوها بالزيت زي الفل. مش هتقول لا اي مادة دهنية، انت لو ما عندك السمنة اعملي بالزيت عادي مش هتقول حاجة. هنا بقى خلاص بعد ما خلصتهم كلهم طبعا ارتاحت. خدت بقى اول واحدة انا عملتها وبفردها كده السمك اللي انت عايزاه بقى، عايزاها تخينة رفيعة براحتك. هنا حطيت على العين الصغيرة ووطيت عليها ومسحت مسحة زيت. اول مره بس مسحت مسحه زيت، بعد كده ما تحطيش
فيهاش خالص. انا اول مره بس اللي مسحت الصينيه بمسح الزيت. هنا حطيتها وغطيتها. بقلب بقى شمال ويمين زي ما انت شايفه كده اهو، بقلب شمال ويمين. هتحس بقى اللي هي بتتنفخ معاكي ما شاء الله، جميله جدا. ولا بقى بيكنج باودر ولا خميره ولا الكلام ده كله، فطايره على النار حلوه. بصي منفوخه وحلوه ازاي. هنا واحده تانية هنا بفردها واقوم ايه، انا شمال ويمين كده ببص شويه هنا وببص شويه هنا. انا معاكم ايه على الخط. هنا كل اللي اطلعه اقوم حاطاه في الصينيه ومغطياه بالكيس ومغطياه بحله ايه، بغطا. هنا نفس الكلام طبعا. هو حتى هو بيطلع طري ما شاء الله، وكمان لما بتحطيه في الصينيه وبتغطيه بيطرى كمان، وبيبقى ايه يعني ما شاء الله كده سايح ونايح كده ما شاء الله. عايزه اقول لك الاكله دي يعني حلوه قوي، تنفع بقى فطار يعني عشاء. والله لو عايز مع ايه، مش عايز تعملي عشاء غدا وعايز تعمليها هي بس، عايز تعمليها وتحشيها اي حاجه عندك حتى لو جبن وتتغدي بيها زي الفل. بصي بقى طريه وحلوه قوي ما شاء الله. عايزه اقول لك الكميه كبيره من كيلو، وعامله كمان الحجم كبير من الصغير. وما شاء الله كانت يعني مليانه ومورقه، كانت حلوه قوي 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 بصراحه، كانت تحفه. بألف هنا وشفا. هنا بقى جبت كان عندي نص بطيخه ورحت قطعتها جنبها كمان وزي الفل. عايزه اقولك مورقه جميله. بألف هنا بألف هنا. ادعي لي بقى دعوه حلوه كده، ويا رب كده يعني يديمكم في حياتي كده ان شاء الله باذن الله، ويخليكم ليا باذن الله يا حبايبي. بص بقى هنا بحته جبنه بقى، ممكن تعملي الجبنه كده سندوتشات جبنه وتديها للعيال في حته منديل كده، تقوم ايه ياكلوها كده زي الفل. بصي انا بحبها قوي بالعسل، ما انا بحب اكله بالعسل اكتر. حلو قوي. بألف هنا. جميل جميل جميل. يلا قومي بقى شويه دقيق كده، دوري على اي شويه دقيق عندك واعملي بقى احلى حاجه للعيال، احلى فطاير للعيال والله هتعجبهم جدا. يعني هيقولوا لك تسلم ايدك يا ماما. بألف هنا.